إخواني أخواتي متتبعي قناة العين تي في، أهلا وسهلا بكم. أول رد فعل من الكاف بعد إلغاء مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة. أنا الخبر أكد أن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الكاف أصدرت بيان رسميا أعلنت فيه عن اعتذارها عن عدم إقامة مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بين فريقي اتحاد العاصمة الجزائري ونهضة بركان المغربي، والتي كان مقرر لها أن تقام يوم أمس الأحد في الجزائر العاصمة. يأتي هذا الإعلان بعد تأجيل المباراة بسبب رفض فريق نهضة بركان خوضها بقميصه غير الرسمي، وذلك بعد احتجاز السلطات الجزائرية لأقمصة الفريق لاحتوائها على خريطة المغرب. ووضح البيان الرسمي: لم تلعب مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة قدم بين نادي اتحاد الجزائر ونادي نهضة بركان المغربي الأحد 21 أبريل 2024 في الجزائر العاصمة مثل ما كان مقررا. وأضاف البيان: ستحال القضية على الهيئات المختصة في الكونفدرالية الإفريقية لكرة قدم لاتخاذ القرار المناسب. واختتم البيان بتقديم الكاف اعتذارها عن أي إزعاج لاحق برعاتها وشركائها التلفزيونيين والجماهير. يشار إلى أن هذه المباراة قد شهدت أحداثا مثيرة للجدل تسبب فيها النظام الجزائري، حيث رفض فريق نهضة بركان خوض المباراة بدون قميصه الرسمي، وذلك بعد احتجاز السلطات الجزائرية لأقمصة الفريق الاحتوائي على خريطة المغرب، وأدى ذلك إلى تأجيل المباراة قبل أن تعلن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم في وقت لاحق عن إلغائها رسميا. سبورسات تقول أن اتحاد العاصمة يلغي سفره إلى المغرب ويرفض خوض لقاء العودة. وفي نفس السياق قرر نادي اتحاد العاصمة الجزائري إلغاء الحجوزات الخاصة بالسفر إلى المملكة المغربية، والذي كان مقررا يوم الجمعة القادمة قصد مواجهة النهضة البركانية يوم الأحد 28 أبريل على أرضية ملعب البلدي لبركان. وألغى نادي اتحاد العاصمة الجزائري سفره إلى المغرب مقررا تقديم طعن لدى هيئة محكمة التحكيم الرياضي الطاس وعدم خوض مباراة العودة. جدير بالذكر أن لجنة المسابقات التي يرأسها الموريتاني أحمد ولد يحيى ستعقد الاثنين اجتماعا طارئا من أجل البث في نتيجة مباراة الذهاب التي لم تلعب. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.